الناس اللي بتتسأل عن الفرق بين الفي ام والكونتينر بلاقي دايما اجابات طيبه جدا بتاعت الناس الطيبه بتاعت زمان، زي مثلا ان هي الكونتينر عشان احدث فبالتالي هي احسن. للاسف الكلام ده ممكن يبوظ السيستم بتاعك ببساطه خالص. مفيش حاجه اسمها احسن وخلاص، في حاجه اسمها مناسب لايه. الفي ام ببساطه يعني اعتبره كمبيوتر كامل حقيقي. الاوبريتنج سيستم بيكون لوحده معزول كده، وكل حاجه ليها علاقه بالابلكيشن بتبقى معزوله كانه كمبيوتر منفصل تماما. الكونتينر العكس، بياخد الاب لوحده او الابلكيشن اللي انت عايز تعمل له ديبلوي والديبندنسز بتاعته فقط، فبالتالي الفي ام بتكون اتقل. في الكونتينر ان هو بيشارك الاوبريتنج سيستم بتاعه مع اكتر من كونتينر تانيين، فبالتالي بيبقى اخف نسبه الى الفي ام. اكتر مثال بيتقال في الجزء ده ان الفي ام اعتبره زي الفيلا، لكن الكونتينر اعتبره زي شقه بتتشارك مع بعض الخدمات مع شقق تانية كتير في نفس العماره. الفي ام لو محتاج عزل اقوى بشكل كبير جدا، كانك بتحتاج او بتصمم سيرفر منفصل تماما بيستخدم عاده في البنوك. الكونتينر لو انت محتاج حاجه سريعه جدا، زي مثلا في الكونسبت بتاع المايكرو سيرفيس، لو انت محتاج حاجه تعمل لها سكيل بشكل سريع، فبالتالي الكونتينر هيبقى اسهل ليك وتستفاد بالخدمات بتاعه الكوبرنيت. مفيش تكنولوجيا احسن من الثانيه، بس افهم الفرق عشان ده بيبقى ديسيشن مهم جدا لو انت هتعمل ديبلوي للابلكيشن بتاعك. شكرا.